في أوقات كتيرة أوي بنمر بظروف وبتحديات بنحس فيها إن الأبواب كلها اتقفلت في وشنا، وإن حلول الأرض انتهت. في اللحظة دي بالذات آه، ما بيفضلش للمؤمن غير أعظم سلاحين ممكن يملكهم، وهو اليقين بالله وحسن الظن بالله. اليقين مش معناه إنك متأخر في طلبك، لأ، معناه إنك تكون مطمئن تماما إن ربنا سامعك وشايفك ومجهز لك الخير في وقته. وحسن الظن بالله بقى هو الباب اللي كل ما بتدخله بالرضا، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيبهرك بكرمه وعطاياه. التمسك طبعا بالاتنين دول هو اللي بيصنع المعجزات، بيغير الأقدار. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم ببساطة عن إزاي نعيش باليقين ده في حياتنا اليومية، وإزاي حسن الظن يرجع لقلوبنا السلام والراحة مهما كانت الدنيا ملخبطة معانا. تابعوا معايا الفيديو، يلا بينا. متنسوش تصلوا على النبي الغالي عليه أفضل الصلاة والسلام. في حاجات كتير بتحصل في حياتنا تخلي الواحد يحس ان مفيش حل، مفيش امل، كل حاجة مقفلة. بس تعالوا نفكر شوية، هل فعلا مفيش حل ولا احنا بس مش عارفين نشوف الحل؟ في الفيديو ده ان شاء الله النهاردة هنركز على فكرة اساسية جدا، وهي اليقين التام بالله وحسن الظن بيه. بمعنى انك تكون متأكد 100% ان مفيش مستحيل مع الله مهما كان الوضع، ومهما حسيت ان الدنيا ضاقت، ثق ان الحل عند الله دايما موجود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين الآية 82. يعني أي حاجة مهما كانت كبيرة أو صعبة أو شبه مستحيلة، ربنا بس يقول لها كن فتكون على طول. طب احنا ليه بنشك أو بنفقد الأمل؟ ليه بنخلي الدنيا تغلبنا بدل ما نكون واثقين إن الحل عند الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وده معناه إننا لازم نحسن الظن بالله دايما، مش بس لما الأمور ماشية تمام، لا، كمان في وقت الشدة، في وقت الزنقة. لما يكون قلبك مليان يقين وثقة بربنا، هتشوف الحلول بتظهر من أماكن ما كنتش تتخيلها. تخيل نفسك في موقف صعب، الدنيا قفلت من كل اتجاه ومفيش حد يقدر يساعدك. هتيجي تقولي خلاص كده مفيش أمل، ولا هتقول ربنا مش هيسيبني؟ ثق انك لو اخترت الخيار الثاني هتشوف ان ربنا هيحللك المشكلة بطريقة ما كنتش تحلم بيها. حتى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. يعني مهما كان العسر اللي انت فيه، الفرج قريب، بس انت اصبر وتوكل على الله وتأنى. أمرك إنك تراجع قلبك، لأن الله لا يقبل إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال في حديث يشير إلى أثر الذنوب على القلب، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكست في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم وما كانوا يكسبون. الحديث يوضح أن الذنوب تترك أثرا على القلب في شكل نقطة سوداء، وإذا استمر الإنسان في الذنوب يزداد السواد حتى يغطي القلب كله.
لكن إذا تاب واستغفر يمحى هذا الأثر. تعالوا نتكلم بواقعية شوية. كل واحد فينا مر بمواقف في حياته كان فاكر إنها النهاية، مفيش مخرج، لكن سبحان الله لما رجعنا لربنا سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه لقينا الحل، والمشكلة اتحلت بطريقة ما أو بطريقة ما كانتش في الحسبان. وده سر اليقين بالله. لما تكون متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك وانه قادر يغير حياتك في لحظة، ساعتها هتشوف كل حاجة بتتحسن حتى لو الوضع زي ما هو. الناس ساعات كتير بتسأل ازاي اقدر اوصل لليقين بالله؟ الإجابة بسيطة، لازم تفضل قريب من الله، وأهم شيء قلبك يكون سليم، وتدعي، تصلي، تسبح، تذكره دايما، وتشوف ازاي حياتك بتتغير ببطء. وفي كل مرة تلاقي نفسك في موقف صعب افتكر في الآية اللي بتقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سورة الشرح. ربنا بيأكد مرتين اتنين إن مع العسر يسرا، فما تقلقش ولا تخاف، الحل جاي. وخلينا نفتكر كمان قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا أمره إن هو يرمي نفسه في النار. تخيل الموقف ده، أي حد كان ممكن يفقد الأمل ويستسلم، لكن سيدنا إبراهيم كان عنده يقين تام إن ربنا مش هيسيبه. وفعلا حصلت المعجزة، وربنا أمر النار إنها تكون بردا وسلاما عليه. وده أكبر دليل على إن مفيش مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. اليقين هو إننا ما عندناش شك 1% أننا نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. وعبادة ربنا سبحانه وتعالى إننا نسمع كلامه وننفذه ونصدق في كلامه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن هو الإله الوحيد ومفيش إله غيره وملوش شريك، هل مصدق بالكلام ده ولا مش مصدق؟ مصدق صح كده؟ مفيش شك طبعا ولا 1% في الكلام ده. جميل قوي. طيب مصدق لما ربنا قال لنا ان في جنة وفي نار وفي يوم قيامة، وان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث وان كان في انبياء، وان القرآن ده كلام ربنا؟ مصدقين بكده طبعا ولا مش مصدقين؟ مصدقين صح كده؟ مفيش شك، يقين تام. طب مصدقين لما ربنا قال ان الجبال مش ثابتة وان هي بتتحرك زي السحاب؟ لو فكرت لجزء من الثانية ازاي، اعرف انك ما عندكش يقين، واعرف ان يقينك مش تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده يبقى صح، انما ازاي ده هي اللي معطله لنا حياتنا، هي اللي معطله حياتك كلها لحد ما تتخلص منها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال بتتحرك زي السحب بالظبط. طب مصدق لما ربنا قال لنا ان الرزق في السماء؟ الرزق اللي هو بيشمل الصحة وبيشمل الفلوس والجواز والعربيات والبيوت، كل حاجة. هل مصدق بكده ولا انت عارف ان في ناس ايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما صدقتش واحد يقول له بيجي ازاي وازاي في السماء؟ بيفكر بقدرته. هو يا ترى مين اللي رد عليهم؟ ربنا بنفسه رد عليهم. الآية الأولانية نزلت وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقك وكل اللي يخصك في بالك في السماء. ما صدقوش، فربنا راح رد عليهم فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما إنكم تنطقون. ازاي دي ما تخليهاش فيك بقى عارف زي ايه مثلا؟ ولله المثل الأعلى. انتوا عارفين يعني ايه ربنا يحلف؟ مش محتاج يحلف اصلا، من حب ربنا لينا بيقول لنا ازاي
دي ما تخليهاش فيك، لان لو وصلت لليقين التام انا حاطط قانون هتشوف العجب حرفيا. تحسي ربنا بيقول انا الاله وانا اللي خالق الرزق، حطه عندي في السماء زي ما حاطط المطرة في السماء بالظبط. حتى في ناس ربنا يهديهم بيفسروا الرزق هنا، قالك ايه ده المطر، مش من كتر ما هم مش مصدقين بيقولك ايه لا 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 اكيد ربنا يقصد المطر، يعني ربنا هيقول لنا المطرة في السماء. طب ايه جديد لما احنا عارفين وكلنا شايفين المطرة نازلة من السماء؟ فالناس مصدقتش، فبيقول والله المطرة في السماء. اصلا اللي بيقول التفسير ده هو مش مصدق لربنا وصف لنا الرزق بقى عبارة عن ايه في اياته. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى اول رزق او اول نوع من انواع الرزق المطرة. ويمددكم باموال وبنين، يمددكم يعني يمدكم من عنده، يجيبها لك لحد عندك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. في تفسير بيقول ان الجنات والانهار دي اقصى حاجة ممكن تاخدها في الدنيا، اعلى ليفل يعني. بيقول لك ايه فيما بينهما برضو، لانه قال لك وما توعدون. وفي آية تانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل حاجة في الخزنة. حرفيا حرفيا انت عقلك مش هيتصور الموضوع، واللي مش مصدق ده مش عارف هو بيتعامل مع مين وبيفكر بقدرته. اهو مش عارف مين هو ربنا. بيقولك وسع كرسيه السماوات والأرض. عايزاكوا تملي عينكوا للسما كده، تشوفوا كده عينك هتجيب لها اخر، ولا شوف السما قد ايه كبيرة. طب نقطة تانية الارض، هل عينك جايبة الارض كلها امريكا بقى وجايبة اسيا وافريقيا وجايبة الحتة اللي انت فيها صح كده؟ بيقولك بقى ايه وسع كرسيه السماوات والارض. شايف بقى السماوات والارض اللي عينك مش جايبة لهم اخر، دول اصلا كرسي اكبر واوسع منهم. انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده احنا ما نجيش حشرة، احنا اصلا مش موجودين اصلا. سبحان الله. وفي تفسير بيقول ان الكرسي هو العرش فعلا، وفي تفسير تاني بيقولك لا ده موضع القدم. احنا مش موجودين اصلا. انت بتعبد اله عظيم لاقصى درجة، انت مش متخيل ما هو، لدرجة ان انت مش مصدق، ان انت مش عارف تتعامل مع مين. هو مش ربنا قال ان الله على كل شيء قدير، ولا قال في حاجات مش هعرف اعملها؟ طيب انت صدقت بان الله على كل شيء قدير، صدقني هتشوف العجب. يعني بالنسبة للي خايف من الناس واللي خايف من الشيطان، مش ربنا قالك فلا تخشوهم، مش قالك فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين؟ ده لو انتم مؤمنين بجد، ده لو عندكم يقين بجد. انت بتقارن مين بمين؟ طب هقولك على حاجة، انت تعرف اصلا بيحصل لك ايه بالظبط اول ما بتيجي تنام؟ انت ربنا بيسحب روحك من جسمك، انت في وضع الميت حرفيا. في ناس بقى ربنا بيرجع لهم روحهم تاني، وفي ناس ما بترجعش بقى. يبقى تخاف من اللي روح وبتتاخد وترجع، ولا تخاف من اللي بياخد الروح؟ يعني قادر ياخد روح اللي مزعلك في اي لحظة اصلا. عرفت ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يصحى بيقول الدعوة دي؟ الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. طالما رد لي روحي هو أذن لي ان انا اذكره، اداني فرصة تانية ان انا اذكره. في ناس نفسها في ربع الفرصة دي، ناس نفسها في كام ثانية بس ترجع تاخد فرصة ان هي تذكر ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يحمد ربنا على النعمة دي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت
ما بترجعش، ويرسل الأخرى اللي أجل إلى أجل مسمى، بيسيبه لحد عمره ما يخلص. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربنا بيقولك تفكر في قدرتي، يعني برضو ممكن عشان تطمن أكتر تدعي بالدعوة دي وتريح دماغك خالص، وتؤمن كده إن قدرة ربنا سبحانه وتعالى أقوى من قدرة الجميع. قدر ياخد روحهم كلهم، وبياخد روحهم حرفيا كل يوم. اللهم اكفني شر أعدائي وشر من عاداني وشر من يعاديني وشر من سيعاد مني. أي كان بقى نوع العداء اصرفه من بره، حتى معرفش هو كان عايز يعمل ايه، واصرف عقولهم واصرف قلوبهم واصرف أرواحهم واصرف تفكيرهم واصرف شرهم، واكفيني أيهما بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. في النهاية اعرف ان اليقين بالله وحسن الظن به هما المفتاح لحياة هادية ومليانة طمأنينة. لو عندك يقين تام بقدرة الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة هتقدر توقفك، لانك دايما عارف ان ربنا هو اللي بيحل المشاكل وهو اللي بيقدر على كل شيء. افتكر دايما ان ومن توكل على الله فهو حسبه. خد خطوة نحو حياة مليانة ثقة بقدرة الله، وإنك دايما في عناية ربنا سبحانه وتعالى. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، فضلا وليس أمرا. لايك للفيديو وتعليق بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.